تفاصيل عضلات ايديك حلوين، بس ناقصهم شغلة واحدة لحتى يصيروا أحلى. أنا الكوتش هادي. السواعد هي من أحلى العضلات اللي بتميز ساعد الإيد وبتعطي تقطيعات وتفاصيل حلوة. تمرين السواعد هو من أهم وأحلى العضلات الصغيرة، ولكن للأسف في كتير لاعبين بيأهملوا هذا التمرين وهو شيء ماله جميل. وواحدة من أسباب الإصابة بمرفق التنس هو ضعف الساعد. والسواعد إلى جزئين، ساعد أمامي وساعد خلفي، وهن مساعدات لبعض، فلما نلعب الجزء الأمامي عم يتحرك الخلفي والعكس صحيح. اليوم جايب لكم شوية تمارين للسواعد لحتى نرفقها ببرنامجنا التدريبي ونصير نتمرنها. عنا أشكال كتير لتمرين السواعد. فينا ناخد البار بهالشكل، سواء المستوي كان أو الإيزد للرأس الأمامي، وبفتل إيدي بالعكس للرأس الخلفي. وفينا أيضا كمان من خلف الظهر برضو بالبار، وفينا كمان نلعبهم بالصاندو بهي الطريقة، وفينا بالدامبل لكل إيد لحال. هي مجموعة تمارين للسواعد، خلوا لي إياها ببرنامجكم التدريبي لحتى نمرنها ونحلي عضلة الساعد. هاد كان كل شي لليوم أصدقائي، استنوني الأسبوع القادم بحلقة جديدة معلومة مفيدة. للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم هي حساباتي على السوشيال ميديا. كنت معكم أنا الكوتش هادي.